أيوب عليه السلام طالت أيام محنته 18 سنة، جسمه كأنه قرحة واحدة، يعني شعره تساقط وجسمه كأنه قرحة وجف، يعني كان لا يقوى على التحرك. وابتلي بالفقر، ابتلاء شديد. فاضطرت زوجته هاي ليا ابنة يعقوب، كانت من الصالحات من الورعات، هذه المرأة اضطرت أن تعمل لتأتي بقوت لزوجها، ومع ذلك ما كانت تحصل على القوت إلا بالكأد، إلى أن اضطرت راحت في داخل البيت قطعت شعرها وباعته، جدائلها ضفائرها، وجابت له الطعام في كثير من التفاسير. لما وضعت الطعام لمح شعرها ما موجود، سألها ما الخبر، لما ضايقها أخبرته. شلون أنهى محنته؟ أنهى محنته أولا أمره بأن يركض الأرض برجله فنبعت عين ماء اغتسل بها، ثم بعد ذلك أنزل الله أو أرسل الله له ثوبين أبيضين لبسهما وعاد كأجمل ما يكون وبرئ، وجسد راح من عند كل الأوصاب والآلام وطلع يتمشى. قام لقيته زوجته، شافت ليا وهي جاية شايلة الطعام إليه، قالت له هل رأيت الرجل المبتلى؟ والله إني ما رأيت رجل أشبه به منك. قال من هو؟ قالت له أيوب. قالها أنا أيوب.